آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، تأهل نادي الأهلي السعودي على حساب نادي جوهور دارول تعزيم بعد فوز الأهلي بنتيجة 2-1، وأقصي نادي الاتحاد أمام نادي ماشيدا زيلفيا بعد فوز الأخير بنتيجة 1-0. وفي الدور الإيطالي فاز نادي إنتر ميلان على نادي كالياري بثلاثية نظيفة. وبحسب صحيفة كادينا سير، يعمل ريال مدريد على التعاقد مع قلب دفاع ولاعب وسط خلال سوق الانتقالات الصيفية دون نية لإجراء إعادة بناء شاملة، إذ تؤكد إدارة النادي أن نحو 90% من اللاعبين متمسكون بعقودهم ويرفضون الرحيل، ما يجعل التغييرات محدودة جدا ولن تتجاوز تعديلين إلى 3 فقط على التشكيلة. وبحسب ماتيو موريتو، يرغب أياكس في التعاقد مع داني سيبايوس في الصيف المقبل، حيث سيغادر اللاعب ريال مدريد بنسبة 100% في نهاية الموسم. وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، يهتم يورغن كلوب بخيار تدريب ريال مدريد، لكن النادي ينتظر الخطوة الأولى منه، فإذا أراد العودة إلى التدريب فعليه الإعلان عن ذلك أولا، إذ لن يبدأ النادي أي اتصالات معه قبل حدوث ذلك.